نعم. يعمل عند تاجر. هذا التاجر يشتري البضاعة في حاوية تحوي، يعني تشتمل على أنواع من السلع، منها ما هو سريع البيع والشراء، يعني عليه إقبال، ومن البضاعة ما هي شبه مكدسة، فهو ليبيع السريع هذا المطلوب يلا يمشي معاه، يلزم الزبائن بشيء من المكدس. الآن إذا أنت كنت ملزما بشراء هذا الذي لا يباع بالشيء الذي يباع، أنت لماذا قبلت اليوم الأول؟ في اليوم الأول ما تقبلش، لأنه مش من الحق أنك تلزم الزبون نتاعك يشري بضاعة وانت تعلم مسبقا أنه يديها وتبقى في الرفوف ما تباعش، وأنه يشريها وما يستعملهاش وما ينتفعش بها، وانت عالم بهذا وتزيد تلزمه. هذا معناه فيه إكراه. هذا الإكراه ما يلزمش. دروك انت رضيت باش تجيب الحاوية وانت وحظك وما تحتوي عليه هذه الحاوية، لكن ما تلزمش غيرك. شوف كيفاش تعمل أسعار تتوافق مع نوع البضاعة وما تخسر غيرك. هذا من ناحية صاحب التاجر هذا. وبالنسبة للزبائن على كل حال، الزبون اللي يجي يشري فرض عليك هذا، لو كان الزبائن كل يتفقوا ما يشريوش هذيك البضاعة الرائجة بمقابل أنها تكون لصيقة مرافقة بالبضاعة المكدسة، فالتاجر هذا شحال يعيا تولي البضاعة نتاعو كل مكدسة كالرائجة وغيرها، يولي يضطر يبيع. فإذن أيضا الزبائن، وإحنا العلماء نتاعنا قديما قالوا إذا غال الشيء رخصناه بالترك. الإنسان يعمل سياسة القناعة، حاجة وش معناها نقول جيب قصب السبق، الناس يحوسوا على البضاعة الفلانية وهي قليلة الوجود في المعروضات في السوق، يلا نروح نجيبها ونعرضها ونبيعها بالشيء الفلاني، الكسب السريع. لا، مش هذا هو التاجر الأمين الصدوق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بينما التاجر الذي يعسر على الناس ويحتكر البضاعة هذا سماه التاجر الفاجر. فإن كتاب الفجار لفي سجين. فإذا الإنسان أنت خدام، أنت يا قال لك روح وزع البضاعة هذيك توزعها، قال لك روح وزع البضاعة هذيك توزعها، ما توزعش هذيك ما توزعهاش. أنت ما عندكش دخل في فرض هذا مع هذا. إذا عندك دخل نقول لك بعد ما تشاركش في الظلم مع صاحب المحل هذا، لأن هذا ظلم. والله الموفق.